في فيديو النهاردة إن شاء الله هنقل لكم كل خبرتي من سنين في الكحك على البارد بطريقتي اللي تنافس أكبر المحلات وبشهادة كل اللي داقوا. بإذن الله هنعمل مع بعض كحك دايب لكن في نفس الوقت نعرف نمسكه ونقشته ثابتة مش هتختفي بعد التسوية، وهقولك التسوية المظبوطة وإزاي تحولي الدقيق العادي جميع الأغراض لدقيق ضعيف يصلح للكحك والبسكوت. أنا عبير لو أول مرة تشوفوني، لو لسه ما اشتركتوش في القناة أتمنى تنوروني، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. بسم الله. في البداية هنبتدي نحضر الحشو علشان يبقى جاهز معانا. هحشي منه جزء بالملبن، معايا 400 جرام من الملبن. ياريت تجيبي اللي لونه فاتح وفيه مطة بالشكل ده، ما تجيبيش الملبن اللي بيقطم وما فيهوش مطة. مش هضيف عليه حاجة ولا هعجنه، لو حابين تضيفوا مكسرات على حسب رغبتكم. هبتدي أشكله كور صغيرة، وزن القطعة 5 جرام. ولو حسيتي ان الملبن بيلزق في ايدك ادهني ايدك سمنة وكوريه، كده هيسهل عليكي وتكوريه بسهولة. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كل الكمية اللي معايا. دلوقتي هنحضر المكونات الجافة. هنحتاج 950 جرام من الدقيق، سواء دقيق كحك وبسكوت او جميع الاستخدامات. ولو هتستخدمي دقيق جميع الاستخدامات هقولك ازاي تحوليه لدقيق ضعيف ملوش عرق. هتضيفي على الدقيق 50 جرام من النشا، ما يعادل 5 معالق كبيرة من النشا. بيخليه ملوش عرق وبيدي هشاشة ونعومة للكحك وبيبقى خفيف جدا. ضيفيه على ضمانتي وما تقلقيش منه اطلاقا. وهضيف 30 جرام من الحليب البودر، ما يعادل 3 معالق كبيرة. الحليب البودر بيخليه غني وطعمه حلو وبيدي للكحك لون حلو جدا. وهحتاج 30 جرام من السمسم المتحمص، ما يعادل 3 معالق كبيرة. السمسم بجيبه ابيض وبحمصه في البيت تحميص فاتح مش غامق، علشان لسه هيدخل الفرن وهيتحمص اكتر. وهضيف رشة صغيرة جدا من الملح ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك وزنها 5 جرام. اختياري ممكن نستغنى عنها. ولو هتضيفي ريحة كحك ياريت لونها يبقى فاتح علشان ما تغمقش الكحك. وهضيف ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، مش اكتر من ربع معلقة علشان النقشة تفضل ثابتة معاكي. وهخلط المكونات الجافة مع بعض. وهنحتاج 550 جرام من السمنة البلدي الساقعة بحرارة التلاجة. دي سمنة حيواني بقري بتدي لون حلو للكحك، ممكن تعمليه بأي نوع سمنة، بس حقيقي الكحك يعني سمنة بلدي بتفرق جدا في الطعم. وهحتاج 60 جرام من السكر البودر. وهحتاج 180 ملي من المية الدافية، ممكن حليب وممكن ميكس بين المية والحليب، بس المية بتطول عمر الكحكة أكتر. ممكن تضيفي من كوباية إلا ربع الكوباية كاملة من السوائل زي المية أو الحليب، يعني من 150 ل 200 ملي، ما تزودوش عن كده لأن السوائل هي اللي بتتحكم في نعومة الكحكية. وما تقللوش المية أوي لدرجة إنك ما تعرفيش تمسكي الكحك، وما تزوديش المية لدرجة إن الكحك ينشف منك. ولو هتعملي كحك سادة ممكن تضيفي كوباية إلا ربع، ولو هتعمليه سادة ومحشي أنصحك تستخدمي 180 ملي من المية علشان الحشو ما يخرجش من الكحك ويفتح منك في الفرن. وهضيف ربع معلقة صغيرة من الخميرة، ما تزودوش عن كده علشان النقشة ما تختفيش. وهضيف ربع معلقة صغيرة من السكر. هخلطهم مع بعض واغطيها واسيبها على جنب. وفي العجان هضيف السمنة والسكر البودر. هضرب السمنة مع السكر لغاية ما تليش ولونها يبقى فاتح. تقدري تستخدمي المضرب اليدوي أو الكهربائي أو بإيديكي مفيش أي مشكلة. ومن وقت للتاني هوقف العجان وبسباتيولا هنزل السمنة اللي على الأطراف علشان تتضرب كويس وكلها تبقى ناعمة. وده قوام ولون السمنة بعد ما ضربتهم كويس ولونها بقى فاتح جدا وحجمها اتضاعف زي ما انتوا شايفين. هبتدي أنزل بالمكونات الجافة وبحب أبس الدقيق على سرعة هادية 10 دقايق. تقدري تعملي الخطوة دي بإيديكي لو مفيش عجان مفيش أي مشكلة. هتبسي الدقيق بالسمنة لمدة 15 دقيقة أو لغاية ما توصلي للقوام اللي هتشوفيه بعد شوية. كده الدقيق اختفى واتلم وبقى ملزق شوية وبيتهيألك إنه اتبس، بس مش هو ده القوام اللي أنا عايزاه. هنرجع نبس تاني لغاية ما نوصل للقوام ده. العجينة بتلزق في الإيد ولونها فاتح شبه عجينة البيتيفور، وهو ده القوام اللي أنا محتاجاه. دلوقتي اقدر اضيف السوائل سواء المية او الحليب، وهخلط المية يدوب لفتين بالعجان لغاية ما تختفي. ومش هنعجن الكحك ما بيتعجنش علشان ما يعضمش وينشف منك. انا وقفت العجان وهكمل بايدي زي ما انتوا شايفين لغاية ما المية تختفي. وكده العجينة لمت وبقت جاهزة معايا. وبناخد قطعة من العجينة ونكورها ونختبرها. لو لقيتيها بتشقق متستعجليش وتضيفي مية، ادمجيها بين ايديكي ونعميها وبعدين كوريها واختبريها بالبصامة. لو لسه بتشقق ضيفي معلقة سمنة وبعدين شكليها. وعايزة اقول لكم تبارك الله المقادير دي مظبوطة جدا. هتشكلي الكحك بالبصامة او المنقاش زي ما تحبي. حبيت اوريكي اكتر من شكل للبصامات.
وانا بحب اشتغل بالبصمه الصغنطوطه دي، والمنقاش بيبقى فيه سنون واسعه وسنون ضيقه. اعملي الشكل اللي ترتاحي ليه على حسب رغبتك. هبتدي اشكل الكحك الساده. باخد قطعه من العجينه وزنها 15 جرام. بحب اعمل الكحك صغير يتاكل على قطمه او اتنين، وممكن تكبري او تصغري على حسب رغبتك. معاكي لغايه 20 جرام. بدمج العجينه بايدي واكورها زي ما انتوا شايفين، وهرصه في صاج مش مدهون اي ماده دهنيه. وكل ما اعمل واحده واحطها في الصاج بشكلها على طول بالبصامه. ما ينفعش ارص كرات الكحك وبعدين اعملهم بالبصامه، كده العجينه هتنشف وتيجي تضغطي عليها هتشقق منك. هكمل بنفس الطريقه لغايه ما اخلص كل كميه الكحك الساده اللي هعملها. بعد ما شكلت الكحك الساده هسويه على طول، مش بسيبه يخمر لان احنا اصلا حاطين كميه خميره صغيره جدا. بدخله فرن ساخن مسبقا على الرف فوق الوسط. لو فرنك ضعيف هتسويه على درجه حراره 180، ولو فرنك قوي ما شاء الله اللهم بارك هتدخليه على الرف الوسط. هتشغلي على 160 لغايه ما ياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت. ولو اخد لون من تحت ولسه ما اخدش من فوق هتشغلي الشوايه ثواني ياخد لون ذهبي من فوق. هبتدي اشكل الكحك بالملبن. باخد قطعة من العجينة وزنها 15 ل 20 جرام، بس انا بعمله حجمه صغير فبوزن كل قطعة 15 جرام، وقطعة العجينة بالملبن وزنهم 20 جرام. بدمج العجينة بايديا وانعمها زي ما انتوا شايفين، وبكورها واعمل تجويف في العجينة واضيف الملبن، واقفل واشكلها كورة، وانقشها بالمنقاش. وانقشوا النقشة اللي تعجبكم على حسب رغبتكم، وانا بصراحة بفضل البصمة بتنجز معايا وتشكل معايا بسرعة. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كل كمية الكحك اللي هحشيها. عملت اختبار لتسوية الكحك بالملبن قبل ما ادخله الفرن. سويت كحكاية على درجة حرارة 220، ولو فرنك ضعيف هتسويه على درجة حرارة 240. الكحك المحشي ملبن او عجمية بيستوي على درجة حرارة عالية علشان يستوي بسرعة والحشوة ما تغليش جوه وتفرقع وتشقق منك. بنلف الصاج من وقت للتاني، ولو اخد لون من تحت ولسه من فوق هتطفي من تحت وتشغلي الشواية ثواني ياخد لون ذهبي من فوق. اللهم بارك الكحك ناعم جدا والملبن سايح جوه ومالي الكحكايه. وده شكل الكحك الساده بعد ما خرج من الفرن. اللهم بارك شكله زي ما هو، ولا فرش ولا رسمته اختفت، وواخد لون ذهبي من فوق ومن تحت وهش من جوه وقلبه مستوي ودايب دوبان. ده شكل الكحك بالملبن بعد ما خرج من الفرن. اللهم بارك واخد لون ذهبي من فوق ومن تحت، والكحك زي ما دخل الفرن زي ما خرج. النقشه ثابته ولا فرش ولا شقه. اللهم بارك ودايب دوبان. سيبوه يبرد على الصاج وبعدين انقلوه. انا بحفظه في علبه محكمه الغلق، وبين كل طبقه والتانيه بحط كيس تلاجة، وهكذا لغايه ما اخلص كل الكميه اللي معايا. انا هحط سكر بودر على كام واحده بس علشان اقدمه معاكم، لكن انا بحب اضيف عليه السكر البودر وقت ما بقدمه علشان مع الوقت السكر ما ينديش ويختفي من على الكحك. شايفين اللهم بارك حجمه صغير بيتاخد على قطمه او اتنين. وشوفوا لي بقى الجمال، حاجه كده فاخر من الاخر. اللهم بارك. اوعدكم لو جربتوه مش هتشتروه من بره تاني، لانكم هتعملوه احلى من افخم المحلات باذن الله، وهتعتمدوا طريقته. اتمنى تجربوه وينجح معاكم. هبقى سعيده جدا من كل قلبي لو عجبكم، واكون جزء من فرحتكم في العيد. وما تنسونيش بدعوه حلوه ولايك وشير للفيديو علشان يترفع ويوصل لغيركم، والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيه علشان يوصلكم اشعار بكل وصفاتنا الجايه باذن الله. كان معاكم عبير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.